اسمعوا الخبر ده يا جماعة، كارثة بكل المقاييس. دمشق تدين زيارة بيبيه النتن لجنوب سوريا. أحيه جلجل الشرع زعلان قوي يا كبد أمه، قال لك ازاي يروح الجنوب من غير ما يعدي عليا؟ ازاي يروح الجنوب وما يزورش البلد كلها؟ ده احنا أهل يا أخي، هو احنا قصرنا معاه في حاجة يا أبو حنان؟ ينزل كده ما يقولناش، ده حتى إكرام الضيف واجب. أتصل بيه يا أبو حنان عشان استقبله ما يردش عليا. طب كان قال إنه جاي قبلها بيوم، حتى كنت خليت لطيفة مراتي قامت معاه بالواجب، اهي كانت عملت له حلة محشي بالشاورما ولا مكرونة بشاميل بالتومية، بدل ما هو هفتان كده. الله يمسيكي بالخير يا لطيفة، كانت دايما تقول لي سارة مجوعة الراجل ده وملففاه يا عيني حوالين نفسه. اول ما سارة تقول له عايزة الجولان يروح يجيبها لها، عايزة الجنوب يروح يجيبها لها، عايزة جلجل نفسه من قفاه ممكن يروح يجيبه لها. مش مخليها محتاجة حاجة، النتن جايب لها كل حاجة من الإبرة لدمشق. وبعدين جلجل الراجل بيقول لكم اطمنوا يا جماعة، سوريا حرة وهتفضل طول حياتها حرة تعمل اللي هي عايزاه، تستضيف اللي عايزاه، تتقسم حتة حتة للي هي عايزاه. تلاقي جلجل بقى فرحان دلوقتي والدنيا مساعاه ان الحركة اللي عملها بيبيه النتن دي والزيارة اللي على غفلة على القفا دي ما كانش قادر يعملها ايام بشار لانه ضيف غير مرغوب فيه، فكان يخاف يعمل كده. انما جلجل زبون لقطة مننا وعلينا، طول عمره مضياف، ما سابش دولة اجمد منه وممكن تديله على قفاه الا لما اداها حتة ارض. اهو ده بالنسبة له اطعام المسكين. اهو ده ما بيبقى ماشي بره في اي مؤتمر دولي ويقعد يلاقي رؤساء العالم كلهم بيعدوا من ناحيته، يقعد يبص لهم بقى، تاخد حته؟ عايز حته؟ طب ما شاء الله عليه بيتبرع باي حاجه، كله في ميزان حسناتك يا جلجل. لدرجه الراجل ما استخسرش فيهم اي حاجه، قلع هدوم الشغل بتاعت الجبال والانفاق والسديري واداها لهم، قال لهم مش عايزها، انا هجيب بدله وكرافته وساعه رولكس. بس انا شاكك في حاجه يا ولا يا جلجل، البنت لطيفه بتشتكي منك كتير، بتقول انك بتسهر طول الليل وبتيجي وش الصبح، فانت اكيد بتلعب قمار على ارض سوريا وكل يوم تخسر على الترابيزه حته من الارض. انت حظك مش ماشي، انت لو كنت جبت لطيفه وقفتها جنبك كده كنت كسبت، بدل ما انت عامل لي فارس كده وبتقع من على الحصان وماسك لي كره تنس وبتلعب بيها سله، وعامل لي حريف شطرنج وماسك لي الملك اول واحد راح تلعب بيه، حتى القمار مش عارف تلعبه، عمال بس لو لعبت يا زنرنا واتبدلت الاحوال. اشربوا بقى يا اللي فرحانين بالتحرير. النهارده بيبيه النتن عمل جوله كده سريعه، بكره يجيب لكم الشرابات بتاعته والكلاسين ويعلقها لكم على البلكونات، ساعتها ما حدش فيكم هيقدر يقرب ناحيه شراب ولا لباس، لانه ساعتها هيداس. وطلع في الاخر قال عامل لي بيان ادانه، وان الكيان كده انتهك سياده الدوله. ما تعقلوا الكلمه قبل ما تقولوها. سياده ايه؟ سياده ايه اللي انتهكوه؟ ده انت منتهاك من اول ما مسكت. ايه الجديد يعني؟ الوضع بتاع الانتهاك الجديد ده مش عاجبك؟ يا جدع قوم اتحرك، خلي عندك دم، خلي عندك نخوه، ده محتلك وجاي يمارس عمله عادي عندك على السياده بتاعت الدوله. والنبي قهوه سياده هنا لو سمحت، يعني مش داخل يشتري شاورما منكم، ده داخل يبيع الشاورما بتاعته. قالوا بيقولوا لك في البيان زياره غير شرعيه، زياره في الحرام مثلا شرعيه. انا سمعت الكلمه دي فين قبل كده؟ هو بس انا بصراحه مش هقدر افيدك في اللي انا شفته ده بصراحه، لان يمكن عشان احنا الثوره عندنا فشلت فمش هقدر افيدك. انا مش متاكد يعني هل الثوره لما بتنجح بتتسمى احتلال وانتهاك السياده؟ مش عارف، بس لو ده نجاح الثوره بالنسبه لكم يبقى هنيئا لكم ولعقولكم. ياه انا مش متخيل بجد يا جماعه لو احنا في نفس الموقف بتاعكم كده وقاعدين كده لا 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 بعد الشر يا حنتي نبص نلاقي زياره في الحرام كده جايه علينا. يعني ابقى قاعد كده في مصر لا بيا ولا عليا، والاقي النتن والكلاب بتوعه بيتمشوا عادي كده عندنا في مصر، واجي اروح اسكندريه مثلا اروح اشوف صحابي وحبايبي هناك واقعد معاهم على البحر يقولوا لي خد اذن وتصريح من ابو حنان. دماغي هفت وعايز اروح اسوان اشوف المعابد والنيل والناس النوبه الجميله دول يقولوا لي خد تصريح من بوتين. اروح المحله مثلا عايز اشتري ملايات للسرير ولا فوط يقولوا لي لا مش هينفع تسافر، خد تصريح من اردوغان. اجي اسافر القاهره ولا الجيزه لو عايز اروح مثلا عندي لقاء في التلفزيون ولا عايز اروح المتحف ازوره يقولوا لي لا مش هينفع لازم تصريح من بيبيه النتن. ده انا اتمنى الموت قبل ما يجي اليوم ده. امال هو ايه اللي اتحرر بالظبط؟ البنطلون اتحرر، الدنيا مكتومه جوه مثلا فتحت البنطلون فحررت في ايه؟ صدقوا بالله الحمد لله بنحمد ربنا ونشكر فضله
على نعمة الرئيس السيسي، والحمد لله على نعمة قوة الجيش المصري الشريف، والحمد لله على نعمة شرطة مصر، والحمد لله على نعمة الأجهزة الأمنية اللي بتجيب دبة النملة في مصر. يا أخي الحمد لله، احمد ربنا إن احنا بننام واحنا مطمنين، مش مرعوبين، مش محصورين، مش متخزوقين، مش متساقين. واللي لسه بيدافع عن جلجل وفاكر ان بلده كده اتحررت من كشري التحرير اديله دقة وشيروها له.